مباراة الملحق من دور الابطال يا تبقى بالحلم يا تطلع من البطولة من وقت. فرق كبيرة جالسة تتنافس بيناتهم ويتصارعون حتى يتأهلون الدور 16 والغلط ممنوع. هاي المرحلة اسمها الملحق او البلاي اوف، يعني الفرق اللي ما تأهلوا مباشرة من دور المجموعات من دور ابطال اوروبا راح يلعبون بيناتهم 16 فريق، راح يلعبون 8 مباريات ذهاب واياب حتى يتأهلون 8 ويتوجهون الى دور 16 من دور الابطال. اما الثمانية اللي راح يخسرون ما راح يلعبون لا مؤتمر اوروبي ولا دوري اوروبي، يعني نقول لهم الله وياهم. يعني اللي يفوز بنتيجه مباراتين الذهاب والاياب راح يتاهل مباشره حتى يواجه اول 8 فرق صعدوا مباشره من دور المجموعات. اول مباراه راح تكون ما بين غلطة سراي التركي ويوفنتوس الايطالي. المباراه راح تكون متكافئه 50 50 كل الفريقين، بس نادي غلطة سراي التركي عنده افضليه بالفوز بهاي المباراه باعتبار انه راح يستغل عامل الارض والجمهور، لان المباراه راح تكون على ملعب نادي غلطة سراي. يوفنتوس راجع من خساره مؤلمه امام الانتر، والكل شاف شنو سوى بهم الانتر وزيلنسكي. اعطونا توقعاتكم من هاي المباراه. بنفيكا البرتغالي ريال مدريد الاسباني. المباراه راح تكون على ملعب النور، ملعب نادي بنفيكا بالبرتغال. الكل يعرف شنو صارت من احداث باخر مباراه ما بين بنفيكا مورينيو وريال مدريد، وشلون تاهل مورينيو فريقه وشلون سجل الحارس باخر مباراه. بس لا تتوقع انه سيناريو المباراه الاخيره راح ينعاد ما بين ريال مدريد وبنفيكا. لا تتوقع انه ريال مدريد راح يخسر بنفس النتيجه ونفس الاداء الباهت. صدقني ريال مدريد بالادوار الاقصائيه وبالمباريات الحاسمه يختلف جذريا 100%، وريال مدريد اليوم راح يفوز باقصى الدرجات راح يتعادل. وذكروا كلامي اليوم الساعه بالوحده ورا ما تخلص المباراه راح تتذكروني، ريال مدريد ما راح يخسر وعلى الاغلب راح يفوز على بنفيكا رايح جاي. موناكو الفرنسي باريس سان جيرمان الفرنسي. مباراه كلاسيكيه، كلاسيكو فرنسي دور الابطال. راح يسالني احد شلون راح يلعب موناكو هو فرنسي وباريس هو ايضا نادي فرنسي مباراه ملحق بدور الابطال؟ حبيبي نظام الملحق الجديد من دور الابطال ما يعرف انت فريق فرنسي راح تواجه فرنسي، اسباني ما عنده اي مشكله، كل فريق يواجه كل الفرق، ان كان اسباني يواجه اسباني، انجليزي يواجه انجليزي، ماكو اي مشكله، مجرد انه تصادف وياه بالترتيب راح تلعب بينات. لويس انريكو لاعبينه ونجومه اليوم يدخلون هالمباراه وهم لازم يفوزون، لازم يستعيدون ثقتهم بنفسهم بعد الخسارات بعد التعثر. الفريق تأهل بالملحق، صراحه اداء مو مقنع لويس انريكو وكتيبته، بس اعتقد اليوم راح يصالح جماهيره باعتبار ان نادي موناكو عنده غيابات هوايه وراح يقدر يفوز عليهم، وتوقع 3-1.